السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم وصلنا فوق الأرض وصلنا تحت الأرض وصلنا يوم العرض عليك. النهاردة بقى يا حبايب قلبي قمت كده النهاردة، بصراحة النهاردة اجازة، فقلت بقى اصور لكم فيديو كده سريع عشان بجد وحشتوني جدا جدا جدا. وحشتني تعليقاتكم الحلوه واللايك بتاعكم الجميل، ما تنسوناش بالله عليكم في اللايك والاشتراك. اول حاجه رحت غاسله بقى الفراخ بتاعتي الحلوه كده، غسلاها غسله حلوه، وحطيت بقى فلفل وبصل وسبتها تتشوح، وسخنت بقى ميه للمكرونه، جبت كيلو مكرونه واربع اكياس صلصه. صراحه بحب اعمل المكرونه بالصلصه قوي يعني. مش عارفه، مش بحب اعملها بالطماطم، بس الطبيخ او البطاطس او اللوبي او الكلام ده لازم عندي بطماطم، ما بحبش اعملها بصلصه. فجبت بقى سخنت بقى الميه جامد، وحطيت فيها سنه زيت كده وسنه ملح، ورحت بقى ايه، قعدت بقى اقلب في المكرونه لحد ايه ما تديني بقى السوا اللي انا عايزاه. بس الفراخ اتشوحت اهيت، هنزل بقى عليها بالميه حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ورحت بقى جايبه كده حله تانية، ورحت حاطه بقى فيها زيت قدحته، ورحت نازله بقى قايبه الصلصه وكوبايه ميه وشويه فلفل وشويه ملح، ورحت بقى ايه، قعدت اسبكها شويه عشان الميه اللي انا حطيتها تنشف شويه. وبعد ما شطفت المكرونه طبعا بعد ما اتسلقت نص سليق، رحت شطفاها تحت الحنفيه، ودلوقتي بقى بحطها على الصلصه بتاعتي وهقلب بقى حلوه قوي. مش عارفه اقلب قوي عشان ماسكه المعلقه بالشمال، بصراحه ما بعرفش اعمل بالشمال، انا اكل واعمل اي حاجه باليمين. ربنا يجعلنا من اهل اليمين يا رب. بصوا بقى هنا بقى مسكت لكم الموبايل بقى بالشمال وبقلب باليمين، بصوا التقليب حلو ازاي. بجد كانت الصلصه حلوه قوي. في ناس بتحط كيسين على فكره على الكيلو بس بتبقى بيضه خالص، وفي ناس بتحط 3 اكياس، انا حطيت 4 عشان تبقى مدياني الحمار الحلو. ولسه برضو ايه، الصلصه ما تنشف، اما تمسك في المكرونه هتبقى احمر من كده. بصوا بقى الريم بقى بتاع الفراخ لسه قبل ما تغلي بيبقى فيه ريم كده، فانا بشيله قبل ما تغلي عشان لما بتغلي بينزل بقى مع الشوربه وكده. فضلت بقى كده ايه، اشيل بقى في الريم اللي فوق الشوربه زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وهعمل لكم برضو كمان صينيه بطاطس حلوه كده معتبره، هتشوفوها دلوقتي زي الفل، ما بتاخدش منكم اي حاجه. بصلتين بشرتهم واربع بطاطسات، بشرتهم برضو، بشرتهم، خرطتهم و... وفلفل اخضر، رحت مقطعاه كده واحد بارد. ورحت بقى جايبه كده ايه، الهياكل بتاعتي دي زي ما انتوا شايفين كده، غسلتهم غسله حلوه، وحطيت بقى الملح بقى والفلفل بتاعي. ضربت بقى الطماطم في الخلاط وصفيتها. اهم حاجه في الطبيخ يا جماعه الطماطم، ما بحبش طبيخ بصلصه. انا ممكن احط كيس صلصه على الطبيخ لكن ما احبش اطبخ بصلصه. بصوا الطماطم بتدي للطبيخ كده معنى ولون وطعم، حاجه تحفه تحفه يعني، ما اقولكمش على الجمال والحلاوه. ونزلت بقى بشويه ميه، وكان في شويه كمان رحت نازله بيهم. ودلوقتي بقى كده بصوا الصينيه بتاعتي جاهزه زي الفل زي ما انتم شايفين، حطيت بقى شويه زيت كده من على الوش، ورحت بقى ايه، حطها بقى كده فوق فوق في البوتاجاز من فوق. عايزه تحطها على طول في الفرن بقى عادي براحتك يعني. بصوا بقى المكرونه بعد ما اتلدنت مع بعض، بصوا تحفه، مفرفره وجميله ومفلفله، انا بحب المكرونه مفلفله. بصوا صينيه البطاطس طالعه، الله 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 عليك يا تفاح، بجد ريحتها كانت قلبه الشقه. تسلم ايدي وايدكم، وتعاكلوا معانا بألف هنا وشفا. وعملت بقى كده ايه انا وامي واختي، عملت 3 كوبايات شاي كده. طبعا الاكل الجميل ده لازم وراه الشاي على طول عشان يحبس على طول. الكوبايه التانية دي كنت حاطه فيها ليمون، نص ليمونه لاختي، فاتحه شويه عشان كده.
ونقلب بقى الشاي بتاعنا، ويلا بينا عشان اسلم عليكم واشوفكم وتشوفوني باذن الله. اهم حاجه الشاي ورا الاكل يا جماعه، بصراحه بتبقى بقى الاكله ظبطت يعني، لكن مفيش شاي ورا الاكل يبقى كده الاكل ناقص حاجه. بجد بحبكم جدا جدا جدا، وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري وبتشاهدوني. بجد بحبكم قوي قوي قوي. ويلا بينا بقى. عاملين ايه؟ يلا الشاي اهو اتعملتم، وقلت بقى اسلم عليكم قبل ما اقفل الفيديو. بعد ما كنا بقى كده وعملت الشاي، بقول لكم بقى اعملوا لايك واشتراك. بصوا بقى انا خلصت بقى ايه بعد ما طبخت، والله ما خليت اي حاجه وسخه، زي ما انتوا شايفين كده المطبخ يبرق تحفه تحفه تحفه.